بسم الله الرحمن الرحيم. مطلوب مني أنا كنت أعد دراسة صغيرة عن المرحلة الباريسية في شعر أحمد عبد الله الحجازي، وأفتكر إن أنا اديته النص في بيت الشعر من شهرين كده. وبعدين عرفت إن الوقت ضيق، ولكن إذا كان لابد من شهادة فإن شاء الله تكون قصيرة جدا، مع إنه من الصعب على أي محنك أو خبير لو حاول يجمع عطور العالم أو عطور حديقة ما ويلخصها أو يضعها، صعب جدا علينا نحطها في قارورة أو قنينة 19 سنتي مثلا. العلاقة بيني وبين الأستاذ أحمد عبد الله الحجازي أستاذي وأخي الأكبر تحتاج إلى يعني فقرة طويلة أو كده، لكن هجتزئ من الذاكرة بعض الذكريات. أولها لقاءاتنا المتعددة مع المرحوم أمل دنقل، الذي كانت ذكرى السنة 40 ورحيله عنا. السنة 40 ورحيله عنا كانت منذ يومين. بدأت نترحم عليه طبعا، لكن في منتصف الستينيات عرفت مجلة الآداب البيروتية وابتديت أتابعها، وكانت بتنشر أو كانت بتقوم بدور رهيب جدا في مواكبة القصيدة الحديثة أو الشعرية الجديدة في الستينيات في الوطن العربي كله. فكانت تطبع في بيروت، وكانت قدمت بدر شاكر السياب، وكتبت فيها ناظك طبعا، واغلب الشعراء العراقيين اللي معروفين دلوقتي. وكان من مصر صلاح عبد الصبور والاستاذ احمد عبد الله الحجازي وبدر توفيق ومجموعه من الكتاب والشعراء. قرات في مجله الاداب سنه 66 قصيده بعنوان مرثيه لاعب سيرك. الاستاذ احمد عبد الله الحجازي القاها كما لو كان اول مره يعني اشوفها من هذا، مع اني حافظها، لكن هذا التوحد بالقصيده ومحاوله الاستحضار البديع من داخلي او من اعماق الاستاذ احمد عبد الله الحجازي ايمانا بكل كلمه يكتبها. قالها وسمعتها انا واني قارئها سنه 66، وجيت رحت لصديقي الحديث في ذلك الوقت أمل دنقل، فوجدته بيكلمني عن الأستاذ أحمد عبد الله الحجازي كلام جميل جدا، وخلاني أفكر في حكاية الشعر الحديث. كنت بكتب عمودي لحد الوقت ده، وكنت نشرت في مجلة العربي وعدت مجلات. طيب القصيدة الحديثة دي شكلها فعلا غريب. كلمت مع أمل وقلت له عاوز أتعرف على الأستاذ حجازي، راوغني وده وارد يعني، يوم بغيابه ويوم باخلافه للموعد. فانا فكرت طب ليه ما اروحش اشوف الاستاذ احمد عبد الله الحجازي في مكتبه، وانا عرفت انه في روز اليوسف. فبعد محاولات يعني لحد 68 وانا على ايه بحر من الجبر ارتقي بيه. في 69 حرب الاستنزاف، وكانت قصيدته الجميلة شدوان كانت بتهزنا جدا وبنعيشها، وفي تعبير جديد عن الوطن وعن البلد، حاجة جديدة يعني. شدوان قصيدة من اللي أتمنى أنها تخرج في فيلم سينمائي حقيقي. وأغلب شعر الأستاذ أحمد عبد الله الحجازي تستطيع أن تقرأ فيه سيناريو زي طردية زي يوميات الإسكندرية. أنا مش هنتكلم، بس عايز ألم نفسي يعني.
فالخاصيه اللي بيقول اللي يتمتع بها شاعر حجازي التفاصيل الدقيقه. يعني احنا شفنا في مسرحيه لاعب سيرك الداخلي امين اللي هو مات، لاعب سيرك حقيقيه مات، و12 سنه 66. القصيده دي لو نلاحظ الجزء بتاع اللي بيوصف فيها ان امتى ياتي الخطا اللي هيموت فيه ده، امتى يجي الخطا؟ لحظه الزهو وهو بيحيي الجمهور لاعب السيرك، لحظه السهم اللي ينسى فتفلت قدماه فيقع تحت في خلفيه المشهد او موازي له. يعمل حجازي حاجه اسمها المونتاج المتوازي في السينما، يجيب الموت قاعد تحت. فلا ده اداله تحولات، ده مش اداله النمل على طول، ده المستخبي باصص يرقب بشع كده يعني. وصفوا اوصاف اللي لاحظ التضاد بين الاثنين، ده في عالم وده في عالم. سينما يعني. شغل احمد رباط حجازي مع احترامي للقب وهو استاذي وصديقي واخي العبد. شغل احمد رباط حجازي كله فيه اللمحه دي. واللي لفت نظري لدي في مرحله لقاءاتي بأمازون قبل ما قابل كان بيردد قصيده اسمها من يوميات الاسكندريه، وكان معجب بالمقطع اللي فيه ميري التي لقيتها على البلاج تعرض ثديها الاسيني. الجزء ده وبعدين كلمته عن راجل الشرطه اللي قبض عليها من يومين، وبعدين مش عارفه اللي هو نفسه. الجزء الشغل ده شغل احمد رباط مميز جدا. انا عايز اتكلم عن اللقاء بقى الاولاني لما جيت في 69 وكنت في اجازه من الجيش، وقررت ان انا لازم اشوفه، خاصه ان انا حسيت بشدوان القصيده مع زملاء ليا لما كنت اقرا لهم شعر. مش كلهم بيحبوا الشعر في الجيش، لكن كانت عايشه في وسطنا متوهجه. فقلت الاجازه الجايه لازم اشوف احمد حجازي. دورت على امل فريش في سوق الحمديه في الحلقه اللي بنتكلم فيها، ما لقيتهوش. تاني يوم كنت عند الاستاذ احمد حجازي قبل ما اجازتي تنتهي، رحت روز اليوسف، كلمت الراجل اللي في الاستعلامات، واذكر ان كان بيلبس كاسكته زرقاء بتاع الاستعلامات، وقلت له انا جاي يعني الاستاذ احمد قال لي مش موجود. فربنا الهمني على في صديق ليا بيشتغل في مطابع روز اليوسف، فقلت له الاستاذ جمال محي، قال لي عايز ايه؟ قلت له زي ما قريب، وقال لي طيب الصوانوبي وانت ابيض. قلت له معلش انا عايزك. وطلعت وتقدمت فعلا للدور الخامس حيث كان مجمع العباقرة. الدور ده كان فيه مجموعه من الكتاب، على ما اذكر كان فيهم كان في عدلي رسام اللي كتبت له قصيده، عدلي رزق الله. وكان في اوضه الاستاذ احمد رباط حجازي في الدور الخامس كان قاعد معاه عبد الفتاح رزق، مش عارف انتوا عارفينه او لا. عبد الفتاح رزق. ودخلت اجر رجلي واقدم رجلي، علما باني كنت كاتب قصيده عموديه مشهوره قبل كده، لكن ان انا اقابل احمد رباط حجازي صاحب كذا وكذا. فقلت له انا شاعر واتعرفت عليه، واديته قصيده كنت كاتبها جديده، فقراها مشكورة، بص لي وقعدنا ايه، انا لسه علامات الاعجاب كده يعني تبتسم على وشه ومتأثر لما يكون في حد. المهم طبعا مرة قال لي انت بتدرس ايه؟ قلت له لا انا تجارة مالهاش علاقة بالشعر. قال لي طيب انت ابوك ازهري؟ قلت له انا والدي امي، ولكن اختبرني البيت. المهم كنت مقدم خبر ليس وكده، عايز اشوف النحو عندي ايه. فطبعا قلت له لا دي كذا كذا، فرد قال لي لا برافو عليك. لا ده اللقاء الاول، كان لقاء كده، وبعدين قابلته في فتره الادب الحديث، سمع لي قصيده، وابتدت اللقاءات تتوالى. الا ان اللقاءات دي ابتدت ايه بحذر شديد من الاستاذ احمد رباط حجازي، لان من الصعب ان هو ياخد صديق، وانا فرضت نفسي عليه وهو احترم موهبتي خلاص. لك فبقت العلاقه تمشي.
في حضور امل داوود في صداقتنا في قعدتنا مع بعض في حته لغايه ما فوجئت. هو الاستاذ احمد رمضان حجازي بيحب ابو نواس كشاعر، وكان في مجله الموقف الادبي السوريه كنت بتقدم قصيده له عافت المصلى واقوت الكسر، فاكرها؟ وكانت قراءة جيدة لقصيدة من التراث بشكل رائع. ايوه دي ابو نواس. ابو نواس من ابو نواس. فانا اتبسطت جدا من القراءة دي وخلصت ان انا اروح، فكلمته في التليفون فرحب بيا جدا جدا وقال لي خد العنوان في مصر الجديدة كذا كذا. اذا بعد ما دخلني بيته فانا حسيت يعني رحت في هذا اليوم. كان يوم غريب جدا، قعدنا مع بعض قال لي سمعك قصيدة جديدة. بعد ما سمعني قصيدة صورة شخصية للسيدة صاد كاف، والثانية بتاعت كائنات مملكة الليل الله اللي هي أنا إله من الطرز الكبرى، وسمعهم لي. وبعد ما سمعهم لي قام من مكتبته وأهداني ديوانه وهو قلما يهدي مرسية للعمر الجميل، كان صادر من الحوض اداهولي وخدته وروحت. الغريب ان كان اللقاء ده على بساطته في 72 كان طبعا في ظروف معروفه بتاعت السادات والصحفيين اللي فصلهم وورده جبل عصفور في التعمير وزاره التعمير وفلان في كذا وكذا، وكانت يعني المذبحه كان فيها من الصحفيين الاستاذ احمد رمضان حجازي، وكنا لا نلتقي بقى الا لو رحت له او كان موعد. كان قليل النزول من مصر الجديده لنص البلد. فالاستاذ احمد رمضان حجازي كان اللقاء ده كان وداع. بعدها بحوالي شهر سافر الى باريس. الله، 4 سنوات فاتت من اللقاء الاول 69 ل 72 او 3 سنوات ما لحقتش يعني فكنت مشوق جدا ان انا اتابعه، وبالتالي كل ما كان يكتبه او يوصلنا كنا بنتابعه لحد ما قابلت سيادته في بغداد في مهرجان الملبن. قابلته في بغداد، كنت دعيته وهو كان هناك مشكورا وتقابلنا وقعدنا ايام كويس. فما بقيناش نلتقي الا في المهرجانات والايام دي واللحظات دي. فيما بعد بقى الحقيقه اذكر بقى ايه بقى حاجه مهمه قوي وانا بشارككم عليها علشان انا بطالبه بانه يكتب مذكراته بقى، لان مذكراته هي ايه؟ سيره ونشأة وحياه القصيده الحديثه. سيره شعريه. السيره الشعريه. احمد رمضان حجازي للاسف الشديد وانا والله العظيم لا أبالغ لم ياخذ حقه في مصر، لكن انا اعرف في الوطن العربي في مهرجانات اللي رحتها والزيارات واللي انا اعرفه عنه شخصيا يجعلني اقول ان هذا الرجل الزمه بكتابه مذكراته واتمنى ان يعيدنا بها ويبدا فيها، وانا على استعداد اذكره بمحطات مهمه فيها واصدقاء غابوا. ويمكن لو يسمعنا القصيده اللي طلبنا منه انه يقولها لنا اللي هي بتاعت القاهره لما رجع بيذكر اسماء ناس من فلان لفلان لفلان اصدقاء مروا في الذاكره وبيوصف كل واحد منهم. هنسمع القصيده مع بعض، لكن المهم انه يكتب مذكراته. اذكر في ليله اخر مره جه فيها مصر، طبعا كنا بنتابع انا وامل دلول واصدقائه. بصراحه حاسين ان احمد رمضان حجازي بيبعث بشكل اخر في قصايده الباريسيه، وبالتالي كنا بنتلقاها ونرتقب. ما تخافيش،
بحاول ألم مية متدفقة كده في مجرى صغير. بس الناس نفسها تسمع لا، الاستاذ احمد، خلاص. بس دي كل الحكايه. أقول بس هما بيصدقوا بس. أهمية مثلا ذكريات إيه؟ لما الأستاذ عبد المعطي حجازي طلب السادات من الشخصيات الأدبية اللي بخارج مصر إنها تعود إلى مصر، وخص الأستاذ عبد المعطي حجازي بدعوة خاصة، وحجازي الأستاذ حجازي لباها وجه. كنت أيامها في مجلة وصول وكنا بدأناها وكده، وكان صلاح عبد الصبور رئيس الهيئة وأنا موظف في الهيئة في مجلة وصول. وبعدين فوجئنا جابوا العصفور يقولوا احمد عبد المعطي حجازي رحمه الله عليه حجازي جاي النهارده الهيئه. فانا اتخذت، وبالفعل نزلت مكتب الاستاذ صلاح عبد الصبور، لقيت الاستاذ احمد عبد المعطي حجازي وصل مصر ومعاه السيده الجليله رحمه الله عليها موجوده معاه. اشتقنا بقى لبعض وبتاع وكل الحاجات دي. وليه جد يا استاذ احمد؟ قال انا بدعو كذا 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 للقاء رئيس السادات. وراح. كانت الايام دي اول سبتمبر، اخر اغسطس واول سبتمبر 81. وجاء الاستاذ احمد عبد المعطي حجازي وقابل رئيس السادات، وعزمنا جابر عصفور رحمه الله عليه في بيته. وجه الاستاذ احمد عبد المعطي حجازي والسيده قرينته. جه الاستاذ الدكتور احمد محسن طه بدر رحمه الله عليه. جه امل دنقل وعمر الزويني زوجته وانا، وصلنا ببيت الدكتور جابر. فروى لنا بالظبط، انا مسجلها لان انت رجعت كتبت اللي قال احمد عبد المعطي حجازي ما دار بينه وبين السادات عندما التقاه.